حسب انت اشنو كتبازي ولدك. دونك هو كصفحه بيضاء اللي كالاعمى وكتقولي لي شنو لابس، شنو اللون اللي لابس، شنو لابس السروال كيفاش داير، والقميجه كيفاش دايره، والتريكو كيفاش داير. الامهات ديال الجيل اللي قبل هما جاهلات، ماشي جهل من ناحيه القراءه والكتابه، جاهلات بالتربيه بالحوار. الصغر الا ما كانش شي سند الدري غادي يضيع لك في المدرسه، من الاحسن تراقبه وتسول عليه وتتبع الاستاذ، واخا غير مره في الاسبوع تمشي معاه وتشرح للاستاذ شنو كاين ولدي علاش كيخاف وكيفاش، وخليها تهضر داكوغ. وحتى ولدك تصاحب معاه باش يعاود لك كل شيء، اولا بنتك انا راه كنعرف راجل ولا مراه. اهلا وسهلا ماميات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ ياك بخير؟ ناشطين من انا ما ناشطاش، انا مبوك ليا الشعر مشعكه. المهم قبلوا على اللي كاين. فيديو جديد ونهار جديد، نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات غنهضر معكم في الموضوع ديال الطفل الخواف. غادي نجاوبكم اولا ماميات غادي نجاوبكم على التساؤلات ديالكم بطبيعه الحال في التعليق. صعيب باش انك تجاوبي مع شي وحده كتابه، وسورتو ملي كطرح واحد السؤال اللي هو سؤال كيكون شي شويه يعني خاصو اجابه تكون طويله. اول حاجه الطفل هو كاعمى لابس حوايج وانت كتوصفي ليه دوك الحوايج، تو سامبلومون لابس حوايج. هو بعيد الشر، انا كنعطيكم غير مثال على اشنو بغيت نوصل. ان الدري ما عارفش شنو لابس، يعني لا ما عارفش ذاته. شكون اللي كيوصل لي يصف لي ذاته كيوصفها لي؟ وداك الشخص اللي هو تايق فيه. شكون اللي كيتايق فيه؟ هو الاب والام. دونك منين الاب والام كيوصفوا ليه حوايجو اولا ذاته انها زوينه، كيولي واثق في نفسه. منين الاب والام كيوصفوا ليه بان ذاته خايبه، فهو ما كيبقاش واثق في نفسه. اوكي، يعني ملي كتقولي انت مجتهد، انت زوين، وانت مقبول، وانت غزال، وانت ذكي، وانت بزاف شي حوايج ايجابيين، كيبقى واثق في نفسه بانه امي او با اللي هما عنده ثقه عمياء فيكم قالوا لي اذا انا هكاك. دونك من هادشي كيكون في لاباز. ملي كيخرج للعالم الاخر فين كيمشي للمدرسه، هذاك الشيء اللي كيبقاو يقولوا ليه هما الدراري كيدخل من هنا يخرج من هنا، لان ديجا تبارز الدري على انه راهو طوب. داكوغ، منين انت كتوصفي ولدك بانه فاشل وكسول ومسخ وكتعطيه الاسماء من غير الاسماء ديال البشر، كتسميه شي اسماء يعني باش تعيريه، باش تطيحي منه، الدري كيتقبلها. يعني الا خرج وقال لي شي واحد مسخ صافي راه واثق فيها بانه ماما قالت لي مسخ صافي راه انا حتى انا مسخ. اوكي، دونك على حسب انت اشنو كتبازي ولدك. دونك هو كصفحه بيضاء انت اللي كتقولي ليه اشنو لابس، يعني كالاعمى وكتقولي ليه شنو لابس، شنو اللون اللي لابس، شنو لابس السروال كيفاش داير، والقميجه كيفاش دايره، والتريكو كيفاش داير، وهكا. دونك هنا هضرنا على شكون اللي كيرسخ الثقه في النفس الطفل، وهما الاباء. وكيفاش كنوصفوها ثاني؟ كيفاش كنوصفوا الدري وكنعطيوه الثقه في نفسه؟ فالابتسامه، يعني تبتسمي لولدك كتعني بانه مقبول، والتعناق يعني انه محبوب، وملي كتأيديه يعني كيحس بالامان، يعني شي حد معاه، شي حد السند ديالو، الظهر ديالو، يعني كيتيق بانه عنده على من يعول. وعكس هادشي كامل كيشوه ليه الصوره ديالو في نفسه. داكوغ، لذلك اختي نتيا قلتي لي بان ولدك، اولا انت سمحي لي انا لي بروفيل ما كنكون ما كنقراهمش، قلتي لي بانك ولدك عنده 6 سنين وكيخاف من الاساتذه بشكل رهيب. الا كان الخوف عنده من الصغر عادي، يعني ماشي غير الاستاذه المشكل فيها، يعني المشكل يقدر يكون حتى في الناس الاخرين. الا كان شي حد كيهضر على الاساتذه بشكل خايب، او لشي واحد تعرض لشي مشكل مع الاستاذ وعنفاته او عاقباته او لاي حاجه، شي حد وحده، فهو خدا هذيك الفكره بان الاساتذه خايبين وبالتالي كيولي يخاف منهم. دونك
اولا هو بنفسه تعرض شي موقف اولا شي عقاب فوق الطاقه ديالو، فوق السن ديالو مع الاستاذ اولا الاستاذه، وبالتالي خدا هذيك الموقف انه كيخاف صافي. الحل الوحيد اولا ماشي الحل الوحيد، الحلول اللي خاصك ديري اول حاجه تعزي الثقه ديالك في ولدك، تعزي الثقه ديالته في نفسه. يعني تحاولي معاه بانه الخوف نخافوا من الله سبحانه وتعالى، حتى انت ما خاصوش يخاف منك، يعني انت خاصو يحترمك. حنا ما كنولدوش الاولاد باش يخافوا منا، كنولدوا ولدات باش يحترمونا، حيت الا خافوا منا ما غاديش يعاودوا لينا، ولا ما عاودوش لينا غادي يلقاو مشاكل. اوكي، خاصو يعرف بان الخوف لله من الله سبحانه وتعالى. اوكي، الاساتذه ما هما الا بشر، تحاوري معاه، تشوفي فين المشكل. ياكو باش يحس بالامان ضروري المراقبه في المدرسه، ضروري تبقاي تمشيو على الاقل، واخا غير على الاقل مره في السيمانه معاه عند الاستاذه، وتحاولي تشرحي لها المشكل ديال ولدك، حيت لا تحيد الخوف غادي يعطي في الدراسه نتائج زوينه. سورتو 6 سنين يعني راه سي لاج اللي غادي يبدا يقرا، الا ما حبش المدرسه ما غاديش يعطي. اوكي، دونك انت خاصك تحاوري معاه وتشوفي مع الاستاذه ولا الاساتذه، ولا كان شي مشكل لقيتيه فعلا في المدرسه، يا اما الاستاذ يحلو معاك يا اما تبدلي ليه المدرسه، وبالتالي يحس بان راه في مدرسه اخرى فيها راحه وزعما ويرتاح فيها. يعني البدايه انا ما نكذبش عليكم، يعني ملي كنشوف دري اولا بنت كيخاف من المدرسه كنخاف من المستقبل ديالو، لان ما كيعطيش. ياكوغ، سورتو لا كان شي استاذ كيعنف. حنا كاملين دزنا، انا حتى انا كنت كنخاف من الاستاذ لانه كان كيتعدى عليا ضربان باليد في اليديه في الفلاقه كما نقولوا. حتى انا كنت كنكره المدرسه في الابتدائي، ما حبيتها حتى وصلت السادس، ومن وصلت السادس عاد باش بديت كنعطي، عاد بديت كنجتهد، ولكن دازت فتره خايبه، يعني بديت كنريكوبيري وداكشي بقى معطل، ولكن الحمد لله وصلت. ولكن ماشي اي واحد يقدر يجتهد بهذه الطريقه، يعني كل واحد والشخصيه ديالته، كل واحد ونفسه، كل واحد كيفاش غادي يقدر. دونك من الاحسن نحلوا المشكل وهو مبكر، ولكن انت خاصك تكوني مراقبه. انا ما عطيتش نتائج في ابتدائي لانه ما كانش شي حد معايا اللي ساندني. هكا انت ام او انت اب، ما عليك الا تساندوا ولادكم، وكونوا على يقين الا لقيتوا المشكل راه غادي يلقاو نتائج في الدراسه ديالو زوينه، وخصوصا 6 سنين كما قلت يعني سيلاج. السؤال الثاني البنات نشوف هاي. سلام، انا عندي مشكل مع ولدي عمره 10 سنين، كيخاف بزاف، مره كينعس بوحدو، شي مره ما كيبغيش، كيقول لي كنخاف الا سخراتو الحانوت وشاف شي دايز حداه كيخاف يجري ويقول لي واحد الراجل غيخطفني. هذا المشكل ديال الراجل غيخطفني ولا هذا كتهضروا عليه في الدار، وبطبيعه الحال مع هادشي المشاكل اللي كيوقعوا في لي ريزو سوسيو، وهاد المشاكل اللي واقعين في الواقع بالحق كيخليو الوالدين كيهضروا قدام الاولاد، وبالتالي كيتاثروا حتى الاولاد. كيخاف منهم. دخلته لواحد النادي الكره كيبغيها الكره، هو كيتنمروا عليه حتى في الكره، سي نورمال. حاولي تدخليه اختي هذا ماشي الكره هذه هوايته هو، باش يثق في نفسه دخليه لعالم المصارعه، يعني حتى الكاراتيه، الجودو، شي حاجه اللي كيعطيه فيها واحد الجهد اللي كيحس براسو ولا شي حاجه قويه. اما الكره غير هوايه، يعني يقدر يلعب غير يعطيه غير يلعب بها غير ديفولي، ماشي باش يثق في نفسه. انا كنأيد كاين الجيدو، كاين الكاراتيه، كاين لا بوكس، كاين اي حاجه اللي كيخرج فيها الطاقه ديالته. هنايا كيولي كيحس براسو قوي، وبالتالي تعز كتولي عنده الثقه في راسو كبيره. علما انه هنا ممكن انا بحال دايره مع ولدي، علما انه ذكي في القرايه، كيجيب الاول الاساتذه ديالو كيقولوا عقلو كيستوعب اكثر من عمره. ما تضيعيش الولد. والتنمر حاولي ديري لي كما قلت لك، راه السبور والله العظيم غتنفعوا بزاف. الا مشى تتعلم ويحس الثقه ديالو انه قوي، وما غاديش يقدروا يقربوا ليه. دونك هو ديجا حيت كيخاف اي واحد كيتنمر عليه، حيت المتنمرين كيشموا دوك الخوافه، كيشموهم هكا، وحيت كيخاف تلقيه ما كيقربش للمجموعات، ما كيقربش للجروبات،
وهذوك المتنمرين كيشوفوا هذاك اللي بوحدو هو اللي كيمشيو يتنمروا عليه. وبالتالي من الاحسن انت مجهود في الدار في هذاك الفيديو اللي قريتي اللي شفتيه، طبقي هذيك الفكره اللي قلتها لكم في المرايه، وزيدي دخليه السبور ديال المصارعه. داكوغ، واخا غير يتعلم المهم عام عامين 3 سنين على الاقل يخرج الطاقه ديالته، يحس براسو بانه كبر وانه قوي. كلام جميل، شكرا لك تنتيا، الله يحفظك. الاخت اللي قالت لي تكلمي باللغه العربيه، يا اختي راه هذاك الفيديو بالضبط انا دايره ليه الترجمه باللغه العربيه. انا من الجزائر، وليدي خواف يتنمروا عليه وهذا اثر عليه في الدراسه. هالمدرسه اللي قلنا كل طفل واشنو كيوقع عليه. كاين اللي طفل قوي يعني يكمل، يقدر يكون قوي في المدرسه، عاود اللي كيتنمروا عليه في المدرسه في الكره وفي المدرسه قوي، المدرسه نكمل على المستوى ديالو. وهذه العكس، كيتنمروا عليه وخواف وفي المدرسه نازل في المستوى ديالو. كما قلت لك اختي، دقلي داك الفيديو، طبقي داك الفكره بانك تعزي ليه الثقه ديالو في نفسه، وتقولي ليه بانه هو راه الناس اللي كيتنمروا عليه هما اللي خايبين، ماشي هو اللي خايب، هما اللي ما مزيانينش. اي واحد كيتنمر على شي واحد هو راه خايب. ولدي والله عمره 12 صاحبو 12 عام، والصحبوات يلاه كتهضري معايا دابا 52 دقيقه، وصحابو يضربوه يسبوه. حصلت ما يقدرش على روحو، حتى نبغي نبكي. 12 سنه اختي، 12 سنه ما عليك الا الدعم النفسي في الدار والسبور. الدعم النفسي الدار، حاولي تطبقي هاد النصائح اللي قلت الاخوات، الصبر والدعم النفسي والحوار والسبور والتعامل ديالك مع الاساتذه وقدام الطفل ديالك، وبانك تأيده وانك تثق فيه، وبانه ذكي وبانه فاعل، وبان دوك الاطفال المتنمرين هما اللي غالطين وماشي انت. يعني حاولوا واعطيو الصبر. وشكرا لكم، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. المهم حاولت نختصر. الموضوع الجاي ما غاديش يكون على المخاوف، غادي يكون على موضوع اخر كانت طرحته واحد الاخت عندي في التعاليق، غادي نحطه ان شاء الله، ولكن ما نهضرش عليه، غتبقى مفاجاه حتى نوجد ليه الدماغ ديالي. دابا خاصني نمشي نجيب وليداتي من المدرسه فعليه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه يتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش اللايكات البنات، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس باش توصل باي جديد. شكرا لكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.